المراقبة وقمع الغش لمديرية التجارة بخارجة ميدانية لبعض المخابز. فيا ترى إلى ماذا يعود سبب نفاذ وندرة الخبز من على الرفوف في الساعات الأولى من اليوم؟ الإجابة في هذا الريبورتاج من توقيع الزميلة عائشة عبد. نتابع سوا. عندنا مرموطه صناعه للفوق ما تلقاش فيها نورمال، الخبز نورمال فيها يقول لك انت 15 دينار حتى 20 دينار، يقول لك 10 دينار، يقول لك ما كاش يا فيه خدمه خضره وحده في النهار ولا 6 خضرات الماكسيموم. هي عينة لبعض تساؤلات وانشغالات المواطن حول سعر بيع الخبز العادي. هذه المادة الأساسية الحاضرة في كل بيت جزائري شهدت في الآونة الأخيرة تذبذبا في توفرها أجبر المستهلك على اقتناء أنواع أخرى من الخبز بثمن مرتفع عن سعر الخبز العادي. دولة ربان الخبز اللي يقولوا سبيسيال كيما خبز السميد باغ يديروا له الشيشه اوردينار، يديروا له الشيشه من الفوق ويبقاو خبز سبيسيال يبيعوا 15 دينار. حنا رانا نعانيو من هذا الشيء. يقول لك يا ودي كاين لهنا تاع 15 ولا تاع 20 تسمي يحكم مع المواطن باش يدي تاع 15 دينار ولا تاع 20 دينار، وهذه اللي شغل ماهيش مقبوله. الناس هنا كان تدخلي جميع المخبزات سيبي لي بري افيشي وعنده الخبز تاع 10 دينار، مي كي تقول له عطيني يقول لك ما كاش. هذا هو المشكل. ما تفرقيش فيه كاع حتى فلوس غالي. وللوقوف على حقيقة الوضع كانت لنا هذه الخرجة الميدانية لبعض المخابز بالجزائر العاصمة من تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان بالتنسيق مع أعوان المراقبة وقمع الغش. خدمه للمجتمع، خدمه للشعب، لازم تكون عندك الوفره داكوغ، سورتو تاع 10 دينار، الاخر كيما تحب. جابي خانه، دونك كابرت الخبز على الوقت هذا بالنسبه فوق يعطي راكي المجد راكي كل. قمنا نحن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بمبادرة خارجة ميدانية لوقوف ومعاينة الخبز العادي من بعد الشكاوى المتقدمة من بعض المواطنين بأن الخبز العادي تاع 10 دينار غير متوفر في المخابز ويعوضوه بالخبز المحسن تاع 15 دينار. المفروض الخبز المحسن تاع 15 دينار يكون من السمين، ولكن حسب شكاوى المواطنين يقول لك بلي راه من الفارينة يديروا له السميد من الفوق. وبالتنسيق مع المفتشين الاقليميه للتجاره وقطاع الترويبه مع مصالح بلديه الرويبه بلديه الغايه رانا اليوم في الميدان وقفنا على بعض التجاوزات من بعض الخبازين، وكاين بعض الخبازين اللي لقينا توفر فيهم جميع الشروط، وكاين اللي راه الاغلبيه ال 15 دينار راه غير متوفر. لب الموضوع 15 دينار متوفر. الميزان تاع الخبز الحمد لله نلقاوه ميزان في المقاييس. عندنا نظافه كاين بعض الخبازين ما توفرش فيهم شروط النظافه. هذه الخارجه الميدانيه انا نعتبرها على اهميه كبيره. الحاجه الاولى تحمي المستهلك، له ياخذ الخبز بنسبه كبيره. ايضا نعرفوا هذا الخبز لو ياكلوا. الحاجه الاولى الوزن تاعو باسكو يغش ما يغش. المستهلك تاع الخبز كيفاش راهو ياكل في اي شروط او ياكل الخبز. وايضا ثالث نعرفوا الماده اسكو كاين مواد مواليه ولا ما كاش. كيما حنا شفنا بلي عنده الفريق اللي يبدا من الدوله او يخدم بها. بدي حنا دوله راهو يجيب الفريق عندنا وراهو يخدم بها الخبز العادي. فيها رطوبه بزاف لازم نيتوايها. وخلال معاينة
مواطنين هذه المخابز 3 أعوان المراقبة وقمع الغش بعض التجاوزات والمخالفات فيما يتعلق بالنظافة وشروط الحفظ. il faut éliminer هذا القبال. هذا القبال ماشي المكان تاعها. هنا تيتخصصوا التهيئة. على جال الفرينة ما تحطش في مكان إيميد. ما لازمهاش إيميديتي. هي عندها نسبة تاع الرطوبة ما لازمش تفوقها. إذا كان المكان إيميد هكذا قدام هذا الباب هذا الكيس تاع الفرينة شوف هذه تبع لكم. إيه من هذه كاع راهي تبع لكم. باسكو كل كان ماشي تبع لكم ما فيها جدار عازل بينكم وبين الآخر. وهنا شوف المروس ديال الحشك السانيتير هاي لابورت تاعها اللوط كيفاش راهي داكوغ هذا يدخل في شروط النظافه والنظافه الصحيه ومحطوط كلش حنا كامل قدام الماده الغذائيه فريضه الماده الاوليه لصناعه الخبز غدوه شجر على شجره يعطيك جيب لي الملف تبين العمله تاعك شحال عندك عمله؟ 6 معنى هادو كامل اللي هما موضوع سبيسيال مكان مخصص للحوايج ما يكونش بوكو دو ترافاي داكور ما يكونش مشترك مع العمل مع طريقه العمل كامل عندهم مكان سبيسيال داكور ما تكونش مع الماده الغذائيه كل حاجه عندها مكان مخصص لها الجمال الفريق تاعك اللي طابخه ماهوش الحاجه الاولى ماهوش الطيب الحاجه الثانيه ما بينش تحط فيه انا شو عندنا شويه شروط النظافه ناقص من حيث شروط النظافه وهذا النقص يكون لازم نعملوا استدعاء باش نديروا له استدعاء باش يجي المصلحه تاعنا بهذيك الحاله نديروا له محضر تكون مخالفه على حسب شروط النظافه والنظافه الصحيه على حسب القانون 03/03/09. في هذه الحمله باش نوعي المواطنين بان المواطن الجزائري يعرف حقه خاطرش كاينه ماده تجبر الخباز انه يبيع الخبز تاع 15 دينار ب 10 دينار في حال ما اذا ما يوجدش عنده خبز تاع 10 دينار. تطبيق القانون من أجل توفير هذه المادة الواسعة الاستهلاك وحماية حقوق